شنو هو الفرق بين السكيتيوي والركراكي؟ طارق السكيتيوي معروف بالاسلوب ديالو التكتيكي والتركيز على تنظيم الفريق بشكل قوي، عادة كيعتمد على الدفاع المنظم والضغط العالي بالإضافة لاستغلال الهجمات، وكيركز على بناء اللاعب من الخلف، وكيعطي أهمية كبيرة للتمركز الجيد والمرتدات ديال اللاعبين مع الاعتماد على لاعبين مهاريين في الوسط الميدان، كما أنه كيميل لتوظيف اللاعبين الشباب ودمجهم مع ذوي الخبرة. أما وليد الركراكي عادة كيعتمد على خطط متنوعة، لكن في الفترة الأخيرة ولا كيعتمد بشكل كبير على خطة 4-3-3 لأنها كتعطي التوازن بين الدفاع والهجوم، وكيستافد من سرعة اللاعبين على الأطراف بحال بن صغير وزلزولي، وهادشي كيعتمد على الخصم بطبيعة الحال. الصراحة إلا حللتي المباريات الأخيرة ديال كلا المنتخبين يبان لك باللي السكيتيوي عنده خدمة زوينة كيعتمد فيها بزاف على البناء السريع، أما الركراكي في الحقيقة كيبان عنده مشكل كبير في البناء، وغالبا ما كيعتمد على الكرات الطويلة والعالية والضربات الثابتة، وإلا تحط مع شي فرقة كدير بلوك ديفونسيف كيحير وما كيلقاش الحل. وشكرا للجميع، تهلاو.